القصة بتبدأ ببطلنا يوسا كازوناري طالب في الثانوية، وبيحكي لنا إنه نفسه يعيش حياة هادية وبسيطة، وبيفكر إنه هيبقى حلو قوي لو كان عنده حبيبة يشاركها أيام المدرسة. هو بيبص على بنت جميلة جدا جوه مكتبة وبيتمناها تكون جنبه، وهو بيزفر كده من الإحباط بيجي صاحبه تاج إيميلي فوقه وبيقول له إن الوقت اتأخر ولازم يمشوا. وبيعرفنا كمان إن يوسا على وشك ينتقل لمكان جديد. في طريقه للبيت الجديد يوسا بيقابل واحد اسمه شيروكي شيسو، كان واقف بيراقب مدرسة ابتدائي، شكله كده بيحب الأطفال الصغيرين. فجأة شيروكي يبص على يوسا ويناديه باسمه، وده بيصدم يوسا لأنه مش عارف الراجل ده عارف اسمه ازاي ولا منين أصلا. وفي اللحظة دي بيظهر ضابط شرطة وبيقول إن في بلاغ جاله عن واحد بيتحرش بالأطفال قدام المدرسة. يوسا بيقول إن الراجل اللي بيبلغوا عنه هو شيروكي، لكن شيروكي بينفي وبيقول إنه كان بس بيجرب فتحة في الحيطة. الضابط وقتها بيوافقه وبيقول إن الفضول ساعات بيبقى قوي، بس في الآخر بياخدوه معاهم علشان مش قادر يخبي أفكاره الغريبة. يوسا بياخد الفرصة وبيهرب من الموقف ويكمل طريقه لحد ما يوصل للبيت اللي هينتقل ليه. هناك بيقابل صاحبة البيت مدام سوميكو، هما الاتنين بيدخلوا البيت علشان يوسا يبدأ يرتب حاجته. فجأة بيكتشف إن الأوضة متقسمة وبيسمع صوت شيروكي من الجزء التاني. يوسا بيصرخ من الصدمة وبيقوله أنت بتعمل إيه هنا؟ وبيكتشف إن شيروكي هيبقى زميله في السكن، بس يوسا بيرفض تماما لأنه مش عايز واحد زيه يعيش معاه. سوميكو بتحاول تهدي الوضع وبتقول إن شيروكي راجل هادي ومسالم ومش بيأذي حد. يوسا بيبقى نفسه يعيش في هدوء ومش عايز حد يخرب له حياته. بياخد قراره وبيقول إنه هيمشي، وأول ما بيفتح الباب بيقابل البنت اللي شافها في المكتبة اسمها ريتسوكا واي، وبتطلع حفيدة سوميكو. يوسا بيتبهر لما يشوفها قدامه علشان جمالها خيالي بزيادة. شيروكي اللي من دلوقتي هنناديه شيرو بيقدم يوسا لريتسو باعتباره المستأجر الجديد. يوسا بيكون متوتر جدا وبيعرفها بنفسه وبيحاول يفتح معاها كلام، بس ريتسو بتكون باردة جدا وبتوقفه وبتقول له يفضل في منطقة الأولاد. وهنا بنعرف إن البيت متقسم لمناطق، جزء للشباب وجزء للبنات علشان كل واحد ليه احتياجاته الخاصة. شيروكي بيظهر وبيقول إن الناس بتعامله على إنه أغلى منهم، وده بيخليه مبسوط وهو شيء غريب جدا. يوسا بيسأل لو عادي أصلا إن شيروكي يعيش قريب من منطقة البنات، لكن سوميكو بتطمنه وبتقول إن هم مأمنين المنطقة دي بأدوات حماية قوية شبه الأسلحة كده. سوميكو بيرحبوا بيوسا، لكنه بيقول إنه محتاج يكلم مع أهله عن الموضوع. بيكلم والدته وهي بتقوله إن الإيجار رخيص والأكل متوفرة ببلاش، وبتلمح إن سبب إنهم قرروا يخلوه يعيش لوحده هو حاجة حصلت له في الإعدادي بس لسه مش عارفين إيه هي. وبرغم كل ده يوسا بيبدأ يعجب بكل مكان وبيحس بالهدوء اللي كان بيدور عليه. بيخرج يتمشى علشان يشوف ريتسو هتسكن فين، لكن سوميكو بتظهر وبتندله علشان تعرفوا على أماكن الأكل، وبيتكلموا عن الناس اللي هيشاركهم السفرة، وبتسكر اسم ريتسو، وده بيخلي يوسا متحمس أكتر. وفي اللحظة اللي يوسا بيبدأ فيها يحس بالواقع الجديد اللي هو فيه، بيشوف ريتسو من بعيد، بيقف يبص عليها وبيلاحظ إنها بتحب القراية جدا، وده بيخليها في نظره أكتر جاذبية. بس كالعادة شيروكي بيجي يبوظ اللحظة. يوسا كان ناوي يسألها هينام فين النهارده علشان حاجته لسه موصلتش، بس شيرو بيقعد يقول كلام حلو عن يوسا ويبالغ فيه، وده بيضايق ريتسو. يوسا بيحاول يصلح الموقف ويشرح لها إن ده مش رأيه، لكنه يتوه فجأة في منطقة البنات بالغلط. بعد ما اتضرب جامد عدى 3 أيام بنشوف شيروكي وهو بيبدأ يلعب تمثيليات، بس يوسا كان موجود فبوظ عليه الجو. من الناحية التانية يوسا بدأ يتعود على المكان. شيرو قال له إنه لسه ما قابلش باقي السكان زي ما يومي نيشيكينو وساكاوا اللي مسافرين دلوقتي. فجأة سوميكا دخلت وقالت لشيرو يشتري سمك، بس قالتها بصوت ناعم كده، وده خلى شيرو ينبسط ووافق بكل سعادة. يوسا خرج يتمشى شوية ويفكر في كل اللي حصل، وهو ماشي شاف ست سكرانة شكلها مكسورة وبتشرب كتير، كانت ماسكة خاتم وبتزعق، ومن الواضح إنها انغدرت من حد كانت بتحبه وعايزة ترمي الخاتم. الست كانت هتقع فيوسا صرخ لها وقال لها خلي بالك هتقعي، لأنها كانت على وشك تقع فعلا. ردت عليه وقالت له إنها مش عايزة عيل صغير يغرر بيها، بس هو قال لها إنه بس بيحاول يساعد. الكلام ده خلى حالتها تبقى أسوأ، وافتكرت إنه بيرفضها فقالت خلاص ترمي نفسها في النيل. يوسا مسكها وحاول يمنعها وقعدوا يتخانقوا وهي بتحاول تهرب منه، واخيرا لما هديت شويه قالت له انها عايزه تاكل قودين، وذكرت اسم سوميكا، بس يوسا ما خدش باله من الحته دي وكمل يحاول يساعدها. الست بدات تتقرب منه جامد وهو ما قدرش يقول لا، خصوصا انه في السن اللي بيبقى محرج يرفض فيه. فجاه ريتسو ظهرت وضربت الست على وشها علشان تهديها، وساعتها عرفنا ان الست دي هي مايومي، واحده من البنات اللي ساكنين في بيت كاواي. في لحظه تهور مايومي طلعت فوق وكانت هتنط على يوسا، لكن ريتسو لحقت الموقف وطلعت وراها علشان تزعق لها، بس الاتنين اتزحلقوا ووقعوا على يوسا والكوع بتاعهم دخل في ظهره. لما رجعوا البيت سوميكا وبخت مايومي وريتسو، لكنها شكرت يوسا لانه ساعدهم رغم انه طلع متبهدل. بعدها سوميكا شرحت ليه مايومي رجعت قبل ميعادها بيوم، وطلع ان الولد اللي بتحبه خانها وكان
كان بيشوف بنت تانية. كل اللي في البيت تنهدوا وقالوا إن مايومي حظها وحش قوي مع الرجالة. وقت العشاء الكل قعد على السفرة يستمتعوا بأكلة وهين. يوسا كان فاكر إنهم هياكلوا سمك، لكن اكتشف إن سوميكا عملت أودن مخصوص علشان مايومي. أثناء الأكل ريتسو أخيرا ابتسمت، وده فرح بطلنا جدا. دخلنا على وقت الإجازة في البيت، عرفنا إن سوميكا مسافرة وسألت إذا كان الكل مشغول وهي مش موجودة، وطلع الكل وراهم حاجات يعملوها ما عدا يوسا اللي ما عندوش فلوس فمش هيعرف يخرج أو يفسح نفسه. ريتسو طول اليوم في المكتبة فيوسا مش بيشوفها خالص. لاحظنا إن شيرو بيعمل حاجة في أوضته، وبما إن الكل زهقان قرر يطلب من يوسا يبلغ مايومي وقال له إنها هتتبسط باللي بيحضر له. شيرو خرج يشرب حاجة وشاف مايومي خارجة من أوضتها شكلها مكتئب. يوسا حاول يرفع معنوياتها وقال لها إن شيرو بيخطط لحاجة وعايزها تشارك، لكن ده زود اكتئابها أكتر، وقالت حتى البيرفرت هيبقى مبسوط وهي لأ. سمعنا يوسا بينادي عليهم، بصوا من الشباك لقوه بينفخ فقاقيع صابون فقرروا ينضموا له. وفعلا مايومي بدأت تفوق من حالتها والتلاتة بدأوا يتبسطوا ويضحكوا. ريتسو كانت راجعة من المكتبة ولما شافتهم بيلعبوا اتحمست جدا. يوسا لاحظ وجودها وطلب منها تنضم ليهم بس هي رفضت. مع كده رجعت وقعدت في الجنينة وقالت إنها هتقرأ بس. يوسا حس إنها مش عايزة تعطلهم وده خلاه يشوفها لطيفة جدا. قرر طلبه تاني والمرة دي ريتسو وافقت وبدأت تستمتع بالفقاقيع. وأثناء اللعب شوية صابون دخلوا بوك ريتسو وده خلاها تبان بريئة قوي في اللحظة دي. ريتسو كانت واقفة بعيد وسمعت يوسا وهو بيقول كلام ممكن أي حد يفهمه غلط فاتحمست جدا، وده خلى شيرو ومايومي يفضلوا يغيظوه ويتريقوا عليه. بس ريتسو فهمت هو كان بيفكر في إيه فضربته على دماغه علشان تصحيه من أفكاره دي. بالليل سوميكا رجعت من السفر وكان باين على ريتسو إنها متضايقة. تاني يوم كانت سوميكا ومايومي بينشروا الغسيل ومايومي بدأت تزن على يوسا وتغيظه، بس هو كان كل اللي عايزه يعلق هدومه ويريح نفسه، خصوصا إن الجو ماطر الأيام دي. فقرر يسيبهم ويدور على مكان تاني ينشر فيه بعيد عن نكد مايومي. وهو ماشي لقى شوية حاجات غريبة على الأرض خاف منها جدا لأنه لو حد شافه واقف جنبهم ممكن يفهم غلط. بس شيرو ظهر فجأة ولما الحاجات دي وطلعوا توك شعر لمايومي. رجعوا عند مايومي فسوميكا يوسا وشيرو قرروا وهما كمان ينشروا غسيلهم هناك علشان يبقوا سوا، ومن هنا بدأوا يتكلموا مع بعض ويفتحوا مواضيع، وعرفوا إن شيرو من زمان وهو عنده ميول فنية حتى من أيام الإعدادي. ريتسو ظهرت ودت باقي الغسيل لسوميكا وابتدوا يتكلموا عن قد إيه يوسا بدأ يندمج ويتأقلم مع الكل. سوميكا قالت لريتسو إنها ممكن تنضم ليهم لكن ريتسو رفضت، فسوميكا طلبت منها تكمل تساعد في نشر الغسيل وطلبت من يوسا يساعدها. يوسا حس إنه عايز يتكلم مع ريتسو بس مش عارف يبدأ منين، فبدأ يسألها أسئلة بسيطة زي ولا لأ، وهي كانت بترد من غير كلام كتير. بعد ما خلصوا نشر الستائر رجعوا سوا لكن لسه ما اتكلموش كتير. يوسا حاول يكلمها تاني لكن ريح جامدة جت فجأة وخلت شعرهم يطير والموقف بقى مضحك جدا. يوسا قال نكتة خفيفة عن اللي حصل وريتسو ما قدرتش تمسك نفسها من الضحك. وقتها يوسا فاهم إن ريتسو بتحب الهزار والنكت. شيرو كان بيقرب منهم بس شكله وقتها كان غريب قوي وده خلى ريتسو ويوسا يضحكوا أكتر وأكتر. وقت العشاء الكل كان قاعد وسوميكا سألتهم هما بيضحكوا على إيه. ريتسو أشارت لها تسكت وما تقولش هم فهموا إيه، لكن يوسا بوظ الدنيا وقال إن الموضوع له علاقة بالفن، وساعتها كله انفجر من الضحك تاني وريتسو كانت بتضحك بكل قلبها. يوسا كان مبسوط جدا إنه قدر يخليها تضحك، وهو راجع يرجع سلات الغسيل لقى توكة شعر تانية وسأل في السفرة دي بتاعت مين، وطلع إنها بتاعت سوميكا. عدت أيام ولقينا يوسا في موقف غريب مع مايومي لكنها كانت بتحاول تبتزه علشان يروح معاها يتفرجوا على أفلام رعب باستخدام جسم شيرو كأداة ضغط. يوسا بدأ يطلب المساعدة وسوميكا ظهرت علشان تهدي الوضع. وقتها عرفنا إن مايومي كانت شربت ومكتئبة جدا علشان واحدة صغيرة في شغلها هتتجوز وهي لسه لوحدها، علشان كده كان نفسها تتفرج على أفلام رعب يمكن تطلع الكبت اللي جواها. سوميكا سمعت كده وعجبها الفكرة فقررت تجهز جو رعب مرعب بجد، وفعلا جهزت البيت بطريقة واقعية جدا. يوسا كان متردد يتفرج على الفيلم لكن لما سوميكا جابت ريتسو معاهم وشافها داخلة وشه نور من الفرحة. ريتسو كانت خايفة أصلا من النوع ده من الأفلام بس مش عايزة تبان ضعيفة، فقالت إن الحاجات دي مش مهمة ومش بتأثر فيها. بس الولاد بدأوا يغيظوها. ريتسو كانت سامعة اللي بيحصل وعلشان ما تبانش جبانة وافقت تفضل وتتفرج على الفيلم مع الباقيين. الكل قاعد يتفرج والوحيدة اللي كانت مرعوبة بجد هي ريتسو، وده خلى يوسا يتأثر جدا لأن ملامح الخوف على وشها كانت بريئة ولطيفة بشكل يخطف القلب. وأثناء الفيلم بدأوا يتكلموا عن ساياكا آخر واحدة في البيت، فيوسا قال لريتسو تبص للتلفزيون علشان تشوف اللي شبه سوميكا، لكن في اللحظة دي ظهرت لقطة فيها دم كتير خوفت ريتسو جدا فزعقت له وقالت له إنه كذاب. بس يوسا ما اهتمش قوي لأنه من جوه كان مبسوط باللحظة دي لأنها خلت ريتسو تطلع ملامح لطيفة جدا. بعد ما الفيلم خلص مايومي وشيرو كانوا عايزين يتفرجوا على فيلم تاني لكن ريتسو من كتر الخوف ما قدرتش تستحمل وقالت إنها هتدخل الحمام، فمايومي قالت إنها هتروح معاها. ورغم إن ريتسو بتحاول تتماسك وتبان قوية الكل فاهم إنها بتموت من الرعب. وقبل ما يوصلوا للحمام ظهرت واحدة جديدة فجأة وطلعت ساياكا آخر واحدة ساكنة في البيت. كانت بتغيظ مايومي أول ما شافتها
وبعد كده الكل اتجمع في السفرة علشان يوسا يتعرف على ساياكا اللي كانت باين عليها طبيعية جدا، بس مايومي قالت له ما ينخدعش، كل ده تمثيل، هي مش بريئة زي ما باين. يوسا وقتها بدأ يفكر بمنطق وقال والله فعلا محدش طبيعي في البيت ده. في المدرسة يوسا استنى ريتسو علشان يرجعوا سوا، لكنها فضلت تقعد في المكتبة، وده خلى يوسا يحس بزعل كأنهم لسه مش قريبين من بعض. لكن فجأة وصل تامي ويوسا لاحظ انه بيستنى ريتسو، فبدأ يغيظه ويقوله شكلك بتحبها. رجعوا البيت وكان في طرد وصل ليوسا، طلع العجلة اللي كان مشتريها بكل تحويشة عمره، بس كالعادة مايومي وشيرو بدأوا يغيظوه ويتريقوا عليه. وفجأة دخلت ساياكا مع ريتسو، وساياكا قالت طالما عندك عجلة خليك ترجع ريتسو معاك. يوسا اتحمس وقال ما عندوش مانع خالص، وورا لها العجلة وقال لها انها ممكن تركب وراه. لكن لما ريتسو بصت لقيت ان شيرو سايب حاجاته الشخصية محطوطة في السلة الخلفية، فاشمأزت وقالت انا عندي اموت ولا اركب. وطبعا الكلمة جرح بيوسا قوي، وسابهم ومشى وهو مكسور. الكل لاحظ رد فعلها العنيف وبدأوا يغيظوها، بس وقتها اكتشفنا ان ام ريتسو هي صاحبة البيت، وان سوميكا مجرد مديرة بس. وسوميكا قالت لهم لو فضلتوا تزعلوها هتزود الايجار، فالكل اعتذر فورا. وبعد لحظة شفنا ان ريتسو كانت متضايقة من رد فعلها كأنها ندمانة. في المدرسة تاني يوم يوسا كان لازم يروح المكتبة علشان ياخد كتب، لكنه كان عارف ان ريتسو هناك فدخل بتردد. ولما دخل ريتسو قربت منه وقالت له انها اسفة على اللي قالته الصبح. الموقف ما كانش سلس، بس على الاقل اتصالحوا وفهموا بعض. رجعوا البيت لقوا السفرة عاملة زي سوق الجمعة، كله صوت وضحك وخناق، لكن يوسا كان مركز في حاجة واحدة. ريتسو كانت قاعدة في هدوء وبتبكي، فراح لها وسألها مالها، فقالت له إنها كويسة. وفي نفس اللحظة بدأ موبايل مايومي يرن كتير، وجالها رسائل كتير من الإكس بتاعها، والكل بص لها لأنهم عارفين إنها في الآخر هترد وبعد كده تندم. ريتسو دخلت وسألت هي مايومي فرحانة كده ليه؟ فيوسا شرح لها إن ده الإكس بتاعها وإنه مش فاهم هي ليه بترد عليه أصلا. بس ريتسو ردت وقالت أنا فاهمة، وده حير يوسا جدا وخلاه يفكر هي كان عندها إكس برضه. تاني يوم الصبح شفنا إن مايومي لمت شعرها، حتى إنها حطت ميك اب، والكل كان عارف النهاية هتبقى عاملة إزاي، لكن مايومي قالت إن ده مؤقت بس. مع غروب الشمس شفنا مايومي متجهزة ولبست شيك علشان تخرج تتعشى مع الإكس بتاعها، وكل اللي في البيت كانوا محضرين نفسهم نفسيا لأنهم متأكدين إزاي الليلة دي هتنتهي. وقبل ما تخرج ريتسو ظهرت فجأة وسألتها سؤال بسيط لكنه تقيل، انتي مبسوطة؟ وسابتها ومشيت. في المطعم شفنا ان الاكس بتاع مايومي مش عايز غير سهرة وخلاص، نواياه كانت باينة من اولها، ومايومي فهمت وقررت ترفضه وقالت له انها تعبت من النوعية دي من الرجالة. رجعت البيت وهي حزينة، ولقينا الكل مستنيها على اساس انهم محضرين لها مفاجأة، بس طلعت مقلب. ومن بعيد ظهرت ريتسو وراحت تطبطب عليها وتواسيها، وده خلى الكل يتفاجئ من قد ايه بقت حنونة وطيبة فجأة. ريتسو شرحت انها بتتعامل مع مايومي بالشكل ده بسبب شوية كتب كانت بتقراها ابطالها كانوا بيوعدوا رجالة من غير امل، نفس حال مايومي بالظبط. يوسا لما سمع الكلام ده فرح جدا، لان ده معناه ان ريتسو مش مرتبطة ومفيش حد في حياتها. يوسا وهو راجع من المدرسة لمح ساياكا وهي بتتخانق مع حد، ولما حاول ينادي عليها اتحشر في المشكلة من غير ما يقصد. وقبل ما ياخد علقة ريتسو ظهرت وساعدته وخلته يهرب شوية لحد ما شيرو جه ومعاه ضابط شرطة، وكل حاجة اتحلت في الاخر. في السفرة الكل كان مجتمع، واتضح ان اللي انقذ الموقف هو ليبيريون بتاع شيرو لانه جاب الشرطة معاه. سوميكا قالت لساياكا انها لو جابت مشاكل شخصية للبيت تاني هيكون في عواقب. الكلام ده خلى مايومي وساياكا يدخلوا في مشادة، وانتهت بخناقة صغيرة بعد ما شيرو قال تعليق سخيف عن ميك اب ساياكا فتضرب على وشه. وفي الطرقة يوسا شاف ريتسو وشكرها على اللي عملته، وقال لها انه لو ما كانتش ظهرت كان ممكن ياخد علقة موت. كمان فاكرها بازاي وقفت قدام مايومي لما كانت هترمي نفسها قبل كده، وقال لها انها شجاعة جدا وجريئة. الكلام ده خلى ريتسو تحمر من الخجل جدا وما بقاش عندها استعداد تسمع كلمة شكر تاني. لكن يوسا ما كانش واخد باله من رد فعلها. مايومي وساياكا كانوا بيراقبوا المشهد من بعيد، وساياكا قررت تعمل مقلب في يوسا وقالت له ان ريتسو وحيدة ومكتئبة. يوسا صدق على طول واتأثر جدا وقرر يساعدها بأي طريقة. سوميكا سمعت اللي بيتقال وقالت له بحدة بطل لعب عيال، لو كملت كده هتندم. تاني يوم يوسا بدأ مهمته انه يفرح ريتسو، بقى مصر اكتر وبيحاول يكون دايما معاها. والمفاجأة ان ريتسو ما كانتش منزعجة وسابته يقعد معاها عادي. الكل اجتمع في السفرة وكان في مشهد غريب، سوميكا بتوزع مشروبات على الكبار لكن مايومي رفضت. الكل استغرب لانها دايما اول واحدة تمسك الكاس، بس طلعت داخلة على دايت علشان حفلة صاحبتها. بعد شوية بدأت مايومي تتكلم عن الصحوبية وقالت انها صعبة ومليانة قوانين مش مكتوبة، وسألت ريتسو انت شايفة كده؟ ساياكا قطعتها وقالت ازاي وهي اصلا ما عندهاش صحاب، وشرحت ان ريتسو بتحب الكتب اكتر من البشر. سوميكا وقتها قررت توقف الشرب وبعتت الكل ينام.
وفي السرير يوسا كان بيكلم شيرو وبيقول له إنه قلقان على ريتسو وعايز يخليها تحس إنها مش وحيدة. شيرو كالعادة ما كانش مفيد خالص، بس يوسا مازال مصرة إنه يساعد ريتسو بأي شكل. يوسا فضل يحاول يكون جنب ريتسو علشان تحس إنها مش لوحدها، لكنها سألته أنت قلقان علشان اللي قلته امبارح؟ ريتسو بدأت تشرح له إنها فعلا مرتاحة وهي لوحدها وسط الكتب، لكن يوسا كان لسه شايف إنه لازم يساعدها. ريتسو لما شافت إنه مش ناوي يبطل بدأت تسأله هو عادي بالنسبة لك تعيش وسط كل الناس الغريبة دي؟ رد عليها وقال عادي، أنا بتعامل بطبيعتي عادي. الكلام ده عمل سوء تفاهم. يوسا افتكر إن ريتسو قلقانة عليه، وريتسو افتكرت إن يوسا غريب الأطوار بزيادة. من اليوم ده يوسا قرر يكون جنب ريتسو طول الوقت علشان يحسسها إنها مش وحيدة، بس واضح إن ده كان بيضغط عليها أكتر من اللازم. وفي يوم لما ريتسو ما خرجتش يوسا قرر يروح يستناها في مكتبة المدينة، ولما لقاها هناك وقبل ما يلحق يسلم عليها ظهرت شوية بنات يعرفوها ورحبوا بيها واتكلموا معاها وبدأوا يبدلوا أرقام الموبايلات. وهنا الصدمة، ريتسو عندها أصحاب. بعد ما البنات مشوا ريتسو خدت بالها إن يوسا كان شايف كل حاجة فهربت بسرعة، بس يوسا جري وراها علشان يتكلم معاها ولسه مقتنع إنها وحيدة ومضغوطة. بس ريتسو ما استحملتش وصرخت فيه أنا زهقت من كل ده، وسابته واقف متجمد مكانه. بالليل شفنا يوسا زعلان ومكتئب وحاسس إن كل اللي عمله بوظ العلاقة أكتر. مايومي لقته وافتكرته إنها قالت له قبل كده ما يسمعش الكلام ساياكا وإنه فعلا زود الطين بلة. تاني يوم في البيت شيرو لقى ريتسو حزينة وفهم إن في حاجة مضايقاها. فريستو حكت له كل اللي جواها، قالت إنها بتحب تكون لوحدها لكن في نفس الوقت مش عايزة الناس تشوفها وحيدة، والتناقض ده خلاها تنفجر في يوسا. وقتها شيرو لأول مرة تصرف بنضج وقال لها في السن ده طبيعي نحاول نندمج، بس بمرور الوقت هتفهمي إن مفيش مشكلة تكوني على طبيعتك، ما تعذبيش نفسك بحاجات هتيجي مع الوقت، سيبيها تمشي لوحدها. يوسا كان سامع الكلام ده وبدأ يفهم شخصية ريتسو أكتر وإنه المفروض يسيبها تعيش بطريقتها مش يضغط عليها. رجع يوسا من المدرسة وشاف ريتسو تاني، بس المرة دي سابها تقرأ في هدوء وما حاولش يقاطعها، بس خد باله إنها مش مركزة خالص فقرر يساعدها ورجعوا سوا على البيت. وقتها يوسا فهم حاجة مهمة، مش لازم يفرض نفسه عليها لكن يقدر يكون جنبها ويسيب لها المساحة تكون نفسها، وده بدأ يقربهم من بعض أكتر. وريتسو كانت فرحانة بده. يوسا كان مبسوط جدا من العلاقة بينهم حتى لو ما كانوش بيتكلموا كتير، هو كان سعيد لمجرد إنه بيهتم بيها. لكن وهم راجعين لقوا مشهد غريب، ساياكا كانت بتهاجم مايومي بطريقة جدا وهي مسكرة وريحة الكحول طالعة منها، بس سوميكا وصلت في الوقت المناسب ومعاها شيرو وقدروا يسيطروا على الوضع. الكل اجتمع في السفرة وطلبوا من ساياكا تشرح اللي حصل. قالت إنها كانت في خروج التعارف وهناك قابلت إكسها واللي استغل الموقف وباسها غصب عنها، فردت عليه ببوكس محترم. ولما رجعت البيت كانت بتحاول تتخلص من طعم البوسة فقررت تبوس مايومي. مايومي صرخت وقالت الرجالة عمرهم ما بينسوا الستات، بس الكل بصلها بنظرة بجد انت اللي بتقولي كده، والإحراج غطى المكان. وفي اللحظة دي اكتشفنا إن ساياكا فهمت البنات اللي في البيت أكتر من أي حد وعارفة كل واحد فيهم وأخطائها كمان. بدأوا البنات يهزروا مع بعض وساياكا كالعادة قلبت الهزار جد، خصوصا مع ريتسو اللي خبرتها قليلة في العلاقات، فبدأت تلعب معاها أكتر من اللازم وحاولت تبوسها. لكن يوسا بسرعة مد دراعه بينهم علشان يمنع اللي بيحصل، وساياكا قالت إنها كانت بتهزر. لكن الغريب إن يوسا حس بحاجة لمست دراعه، اتضح إن ريتسو بالصدفة بوسته وده خلاهم هما الاتنين يتحرجوا جدا. ريتسو جريت على أوضتها من الإحراج ويوسا حاول يلحقها بس ما قدرش. سوميكا ظهرت وقالت له إن ريتسو مش زعلانة، بس نصحته إنه دايما يكون جنبها علشان حتى الناس اللي بتحب تبقى لوحدها برضه محتاجين حد جنبهم. جت ساعة العشاء والكل اتجمع والتوتر بين ريتسو ويوسا كان واضح جدا. مايومي صرخت فيهم وقالت بصوا لبعض بقى، حب المراهقة ده بيعصبني. الاتنين اتحرجوا أكتر والتوتر زاد. تاني يوم الكل كان في البيت وقرروا يلعبوا بمسدسات المية اللي سوميكا لقيتها في المخزن. حتى ريتسو شاركت ونسيت إحراجها وبدأت تبص ليوسا عادي وهي بتضحك. بعد يوم طويل من اللعب الكل أخد شاور ولبس علشان العشاء. يوسا خلص ولقى كتاب على الترابيزة، كان الكتاب اللي ريتسو كانت بتقرأه فقرر يقرأ منه. بعد شوية ريتسو جات وسألته ليه بيقرأ الكتاب، فرد عليها الكتب بتأثر فيكي، من وقت ما بدأت الكتاب ده شكلك بقى مبسوطة أكتر. وده خلى ريتسو تحمر من الإحراج لأنه فعلا صح. يوسا كمل وقال إنه مش بيعرف يقرأ كتب طويلة، بس الكتب الصغيرة والممتعة زي دي استثناء. بدأوا يتكلموا عن الكتاب وريتسو كانت فرحانة جدا، وفي الآخر سلفته الكتاب علشان يكملوا. تاني يوم يوسا كان لسه ماسك الكتاب باين عليه مستمتع جدا. ريتسو ظهرت وسألته وصل لأنهي فصل، قال لها إنه في الفصل الرابع، بس مايومي دخلت عليهم وبدأت تهزر معاه وتسخر فتحول الحوار لخناقة خفيفة. ريتسو كانت لسه واقفة بس محدش خد باله وده خوفها وخلاها تمشي من غير ما تقول حاجة. بالليل الكل كان متجمع في السفرة ومش عارفين يعملوا إيه، وأثناء الكلام
اكتشفوا إن شيرو كاتب روايات. يوسا اتفاجئ جدا. سوميكا اقترحت إنهم يكتبوا قصة سوا وكل البنات يضيفوا تفاصيل تهزأ بشيرو، واللي حصل فعلا إن القصة شغلت مخ شيرو بأفكار جديدة، بس الكل كان تعب وقرروا يروحوا يناموا. قبل ما ينام شيرو قال ليوسا ما تسهرش تقرا كتير، بس يوسا قال له إن الكتاب حلو جدا ومش قادر يسيبه، وأكد الكلام ده مع ريتسو اللي كانت شايفة نفس المشهد اللي هو فيه. بدأوا يتكلموا عن الكتاب بس اكتشفوا إن آرائهم مختلفة. يوسا افتكر إنه كده بوظ الجو، لكن ريتسو كانت مبسوطة لأنه طبيعي الناس تختلف وده خلاها سعيدة أكتر. رجعوا البيت والجو بقى لطيف، ولأول مرة يوسا حاسس إن ريتسو بدأت تتقرب منه. بس فجأة يوسا استقبل تليفون من أمه قالت له إن الإيجار هيتأخر شوية. ريتسو قالت له إن مفيش مشكلة لأن مايومي وساياكا دايما بيتأخروا هما كمان. يوسا سأل عن شيرو واتضح إنه دايما بيدفع بدري، فسألهم هو بيجيب فلوس منين. اكتشفوا إن شيرو بيشتغل مع خبير في الخيزران بيساعد صاحب سوميكا وبياخد منه عيدان خيزران بدل فلوس. لما رجعوا البيت مايومي سألتهم هتعملوا إيه بالخيزران ده، بس كل الأفكار اللي طلعت كانت فاشلة ومضحكة. وفجأة شيرو استقبل تليفون من الشرطة. الكل اتخض وفكروا إن حصل مصيبة، لكن طلع الشرطة لقوا صاحبة المحفظة اللي شيرو كان لقاها وسلمها، وصاحبة المحفظة عايزة تشكره شخصيا وهتزورهم بكرة. الكل كان فرحان علشان شيرو، خصوصا لما عرفوا إن صاحبة المحفظة بنت، وده خلى الجو فيه فضول شوية. تاني يوم البنت وصلت مع والدتها علشان تشكر شيرو. الأم شكرت جهوده، لكن شكلها كانت فاكرة إنه من عيلة سوا الراقية. سوميكا عرضت عليهم ياكلوا بودنج. الأم ما كانتش حابة تقعد، لكن البنت قررت تفضل شوية، فقعدوا هما الاتنين ياكلوا بودنج سوا. بعد كده شيرو راح يكمل شغله على لعبة كان بيصنعها من أعواد الخيزران. البنت سألت عن اللعبة وشيرو شرح لها الفكرة. البنت استغربت وسألته هو في أطفال في البيت؟ ضحك وقال لها لأ، وأكد إن حتى الكبار من حقهم يفرحوا ويلعبوا. قضى شيرو طول بعد الظهر شغال على اللعبة، لكن لسه ما خلصهاش، وعلشان ما يخيبش أملها قال لها تيجي بكرة تشوفها بعد ما تخلص. لما مشيت شيرو افتكر إن دعوتها كانت من باب المجاملة، وإنها أكيد هتفضل تروح تلعب مع أصحابها بدل ما ترجع له. بس اتفاجئ تاني يوم لما لقاها واقفة على باب البيت. البنت كانت لسه مهتمة باللي بيبنيه رغم إنه ما أنجزش كتير من وقت ما مشت، فقرر يكمل المشروع فورا علشانها. البنت بدأت تساعده بنفسها. عدت أيام والمشروع اتقدم بسرعة جدا، والبنت كانت بتيجي كل يوم. الناس اللي في البيت لاحظوا ده وبدأوا يتساءلوا إيه اللي بيحصل بين شيرو والبنت، بس قرروا يثقوا فيه. شيرو دايما مسؤول، لكن الأمور ما مشيتش بهدوء زي ما توقعوا. بعد ما المشروع خلص البنت اعترفت لمشاعرها لشيرو، لكنه فضل عاقل ومسؤول وقال لها لو لما تكبري لسه حاسة كده وقتها ممكن نتكلم. الكل تنفس الصعداء وسقف لشيرو على نضوجه. بعد الظهر شيرو قال للبنت تستنى شوية علشان سوميكا طلبت منه شوية مساعدات ومش هيتأخر. بس الوقت مر والبنت فضلت موجودة، وده بدأ يقلق البنات. مايومي حاولت تنصحها وتقولها تنسى شيرو، لكن الحوار قلب خناقة، وكلام مايومي الجارح خلى البنت تعيط. في الليل عرفوا إن اسمها شيناتسو، وشيرو سأل عنها لأنها كانت بتيجي دايما، وعرفوا إن اللي حصل بسبب كلام مايومي، فوعدت إنها هتعتذر أول ما شيناتسو تيجي تاني. لكن مرت أيام والبنت ما جاتش. في يوم يوسا وريتسو كانوا راجعين مع بعض وشافوا شيناتسو من بعيد كأنها مستنية حد. الغريب إن باقي البنات كانوا بيتجنبوا الكلام معاها، وده فاجئهم. بدأوا يتكلموا ويفهموا اللي حصل. شيناتسو بدأت تعيط يومها لما مايومي قالت لها إنها مزعجة وإنها مش هتلاقي أصحاب بالطريقة دي. فجأة أم شيناتسو ظهرت بتدور عليها وقالت إنها تايهة. الكل خرج يدور عليها، ويوسا كان بيجهز يروح يدور أبعد، لكنه لاحظ حاجة غريبة. شيناتسو كانت مستخبية طول الوقت في شجيرات قريبة من البيت. بعد ما طمنوا عليها الكل اتجمع في السفرة مستنيين أمها. مايومي كانت حاسة بالذنب فحاولت تهدي الجو، وفعلا الوضع هدي شوية. شيناتسو بدأت تحكي وقالت إنها اتخانقت مع أصحابها في الفصل وكانت متضايقة وقللت من ذوقهم في حاجات معينة. ريتسو سمعت الكلام وقالت لها بهدوء إنها غلطت وإن لازم تحترم أذواق الناس لأنه مؤلم جدا لما حد يسخر من حاجتك المفضلة. مايومي قالت لها ببساطة اعتذري، لكن شيناتسو قالت إن ده مش سهل وإن الكل بيرفضها دايما. الكلام خلاها تحزن أكتر وقالت نفسي أختفي، نفسي أموت. سوميكا ومايومي حضنوها وهدوها وقالوا لها الكلام ده بيطلع من طفل حزين، بس لسه في وقت تصلحي كل حاجة، محتاجة شوية صبر. وفي اللحظة دي شيرو دخل وقال اللعبة كمان قربت تجهز. شيرو قال لشيناتسو إنها لازم تجيب صحابها ويجوا يلعبوا مع بعض في الويكند، لكن في اليوم اللي بعده ظهرت شيناتسو لوحدها وطلبت تاكل بودنج. الكل افتكر إن محاولتها للصلح فشلت، بس المفاجأة إنها كانت عايزة تاخد البودنج وتشاركه مع أصحابها. بما إن شيرو خلص اللعبة شغلوها أخيرا وكلهم اتفاجئوا بحجمها الكبير، بس الصدمة كانت لما لقوا نفسهم بياكلوا نودلز عن طريق اللعبة. سوميكا كانت مجهزة البودنج والبنات اتبسطوا جدا وهم بياكلوه. عدت كام يوم وتشيناتسو ما بقتش تزور البيت. يوسا وشيرو افتكروا إنها أكيد بقت مبسوطة مع أصحابها، وفهموا إن كل اللي كانت البنات بتقوله قبل كده كان مجرد محاولة منهم علشان ما يحسوش بالحزن إنها مش بتظهر. في يوم في البيت وصل إشعار من لجنة متابعة الجيران بيحذر من وجود مطارد في المنطقة. الكل بدأ يتهامس
أكيد شيرو، بس طلع إن المشتبه فيه شخص تاني تماما. بدأوا يقروا وصف الشخص علشان ياخدوا بالهم منه. البنات بدأوا يعلقوا ويقارنوا وصفه بشيرو، بس شيرو رد بسرعة: أنا مش مطارد، أنا كاتب بس مش متلصص. كل واحدة من البنات بدأت تحكي عن مواقف حصلت لها مع مطاردين قبل كده، لكن ريتسو قالت إنها ما حصلش لها كده. ساياكا ومايومي بدأوا يقولوا أمثلة من الحياة الواقعية، وفجأة ريتسو أدركت إنها فعلا مرت بمواقف كده، بس ما كانتش واخدة بالها إنها خطيرة بالشكل ده. سوميكا قالت لها بصرامة: ممنوع تقري كتب لفترة، دلوقتي في مطارد في المنطقة وانت بتسرحي في الكتب وسهل تبقي هدف. ريتسو تصدمت وزعلت جدا من القرار، لكن قالت ببراءة: بس يوسا هيكون معايا، لو حصل حاجة هو هينقذني. اليوم اللي بعده ريتسو خلصت دراستها، وسوميكا طلبت من يوسا يستناها علشان يمشوا سوا. يوسا طبعا كان طاير من الفرحة رغم انهم ما اتكلموش كتير وهم ماشيين. في البيت مايومي بدأت تزن على يوسا: ايه الحكاية؟ ريتسو بقت بتجرك في مشاكلها كده، لكن يوسا رد وهو مبتسم: انا مبسوط، طالما هي مبسوطة انا كمان مبسوط. عدت شوية أيام وتم القبض على المطارد أخيرا. ريتسو كانت متحمسة جدا وقالت إنها أخيرا هترجع تقرأ براحتها. لبست وخرجت تقرأ فورا رغم إن الوقت كان متأخر. الساعة عدت ويوسا بدأ يقلق إنها مرجعتش. سوميكا قالت له: يمكن اندمجت في القراءة كالعادة. بس فجأة مجموعة بنات وصلوا للبيت بيقولوا إن في واحد غريب في الطريق اللي بتمشي فيه. ريتسو كانت راجعة فعلا ماسكة كتابها مركزة جدا ومش واخدة بالها من حاجة. المطارد كان واقف قدامها وهي ما شافتهوش خالص. قرر يهجم عليها، لكن فجأة يوسا ظهر وأنقذها في اللحظة المناسبة. الباقي كمان وصل وقدروا يمسكوا المطارد التاني، ومع حضور الشرطة عرفوا إن في مطاردين بنفس الوصف تقريبا. في البيت يوسا بدأ يزعق لريتسو: إزاي تمشي لوحدك كده؟ أنت مش واخدة بالك إنك كنت ممكن تتأذي؟ ريتسو كانت على وشك تتخانق بس ما قدرتش لأنه معاه حق. قالت له بهدوء: شكرا، وعد هخلي بالي المرة الجاية. دخلت الأجازة ويوسا حاسس بملل قاتل. طلب من ريتسو ترشح له كتاب يقراه زي اللي كانت هي بتقراه. ريتسو قالت له إنها هتفكر في كتاب مناسب له. يوسا فرح جدا وبدأ يتخيل لحظات رومانسية معاها، بس رجع للواقع لما لقى سوميكا مرمية على الأرض زهقانة ومش عايزة تشتغل خالص. قالوا خلاص ناكل بره النهاردة بس حد تاني يدفع. سوميكا قالت إن عندها صاحبة عندها مطعم، فقرروا يروحوا هناك. بدأوا يتكلموا عن البيزنس، وصاحبة المطعم قالت إنها محتاجة حد يشتغل معاها، بس الناس اللي في المكان غريبي الأطوار وصعب تلاقي حد يقدر يتعامل معاهم. دخلوا المكان واتضح إن يوسا الوحيد اللي فاهمهم كويس جدا وبيعرف يخليهم يتصرفوا زي الناس الطبيعية. سوميكا وصاحبتها كانوا مبهورين بيه جدا. صاحبة المطعم قررت تعرض الشغل على يوسا، ورغم إنه كان متردد يقبل بدأ يقتنع شوية. بس سوميكا لعبتها صح، بدأت تفكروا بأيام المدرسة الثانوية، فاضطر يشرح لهم ليه كانوا بيسموه مغناطيس الغرائب، لأنه دايما كان محاط بأصحاب عندهم اهتمامات غريبة ومختلفة جدا زي البيت اللي عايش فيه دلوقتي بالظبط. الكل ضحك عليه، وده كان القشة اللي قسمت ظهر البعير. يوسا قال لا ورفض الشغل. رجعوا البيت وكلهم حاولوا يهدوه، بس هو كان زعلان ومش عايز يسمع كلام حد. ساعتها قرروا يشاركونه بالألقاب الغريبة اللي كانت بتتقال عليهم زمان، وبدأوا يهرجوا ويفتحوا مواضيع مضحكة لحد ما يوسا نفسه بدأ يضحك. تاني يوم سوميكا وصاحبتها ما استسلموش، جابوا الزي الرسمي بتاع المطعم وخلوه يلبسه علشان يتعود، بس هو لسه مصر على الرفض. وفجأة ريتسو وصلت. يوسا وقف مذهول وهو شايفها لابسة الزي الرسمي، واضح إنها بتحب اللبس اللي من النوع ده. وشها كان محمرة من الإحراج وهي بتسلمه الكتب اللي طلبها منها. يوسا شاف شكلها اللطيف وما قدرش يقاوم، وافق على الشغل من غير تفكير. تاني يوم يوسا بدأ يستعد لأول يوم شغل ليه، وسوميكا ساعدته يلبس الزي لأنه لسه معقد شوية. ريستو شافته وقالت له إنها شايفاه شكله حلو جدا في اللبس ده. وصل يوسا للمطعم وصاحبة سوميكا قدمته لزمايله الجداد في الشغل، وهنا ظهر زميل اسمه ياماموتو، بس اتضح إن ده مش اسمه الحقيقي، هو متقمص دور المطعم لدرجة إنه بيعيش جوه، وده كان بيضايق يوسا جدا. المديرة وضحت إن اسمه الحقيقي هو هاوو. جوه قابل كمان بنت تانية اسمها كوكوا، شكلها لطيف وعادية، بس بعدها ظهر واحد غريب كمان. ويوسا قال في نفسه ماشي، مغناطيس الغرائب بيشتغل تاني. خلصت أول وردية ليه ورجع البيت. سوميكا سألته عامل إيه أول يوم؟ الكلام رجع له ذكريات أيام المدرسة الثانوية وحس بحزن خفيف. بس واحدة من البنات قالت له مفيش سبب تزعل، مثلا مايومي أصحابها ما بيعزموهاش على حفلات خالص، وريستو دلوقتي ما عندهاش صحاب أصلا. وفجأة موبايل يوسا رن، كان اتصال من تجامي صاحب قديم بيعزمه على حفلة. مايومي أول ما سمعت بدأت تغاظه، يا سلام يا عم بقى بتتدعي على حفلات. واتضح إن الحفلة دي من تنظيم واحدة كانت معاه في المدرسة، بنت بتستخدم ميك اب كتير قوي وبتقول إنها بتشوف الأرواح. يوسا فكر وقال دي أكيد هياشي البنت الغريبة اللي كانت في جروبنا. الكل قال له روح الحفلة يا راجل هتكون ممتعة. لكن فجأة تجامي بعت له رسالة بيقول له إنه قال لهياشي إن يوسا هيجي، بس هي ردت إنها مش عايزاه يجي. مايومي كانت فرحانة جدا بخبر الرفض ده، ويوسا كمان اتشطب من قائمة الحفلة. في الشغل يوسا قاعد يفكر في حياته، هل علاقته بريتسو تمام؟ هل هو سعيد بالشغل بس شال الأفكار دي على جنب علشان عنده زباين؟
وهنا الباب فتح ودخلت هياشي، تاجامي، وكام واحد من الشلة القديمة. في نفس الوقت البيت كان كله زهقان. سوميكا اقترحت يلا نروح نزور يوسا في شغله. الكل اتحمس وخدوا ريتسو معاهم، وسوميكا لبستها لبس بنفس ستايل المطعم. رجعنا للمطعم. تاجامي أول ما شاف يوسا اتفاجئ جدا، ما كانش يعرف إن يوسا اشتغل فعلا. هياشي بدأت تقول شوية أكاذيب علشان تخبي علاقتها القديمة بيوسا. هيرو كان بيخدمهم بس واضح جدا إنهم زباين رخمين صعب التعامل معاهم. يوسا ما كانش عايز يخدمهم بسبب هياشي، فهاو عرض يساعد لكن سابهم بعد شوية علشان فعلا مش قادر يستحملهم، وبكده يوسا اضطر هو اللي يتصرف معاهم. بعد شوية باقي الفريق وصل واتفاجئوا من شكل المكان والديكور، بس في الأوضة اللي فيها الضيوف اللي يوسا بيخدمهم بدأوا يتهكموا عليه ويهزقوه، بس يوسا ما ردش لأنه شايف إن دي جزء من شغله ولازم يستحمله. الموضوع وصل إنهم بدأوا يتكلموا عن ذكرياتهم في المدرسة، وهياشي فضلت تكمل كذبها عن يوسا، والبنات كانوا سامعين كل حاجة بس قرروا يستنوا يشوفوا يوسا هيتصرف إزاي. يوسا كان مضغوط جدا ومش قادر يرد، قرب ينهار. وفجأة ريتسو دخلت المكان، كانت طلعت قمر وأجمل من أي وقت فات، وجت مخصوص علشان تنادي يوسا وتقول له إحنا قاعدين على ترابيزة تانية، تيجي تقعد معانا. الناس الرخمة اتصدموا من جمالها، لكن أوحش واحد فيهم بدأ يلمح بكلام مش محترم. يوسا اتعصب جدا، هو ممكن يستحمل يهزروا عليه بس مش على حساب ريتسو. بس ريتسو ردت بقوة وقالت ده طلب شخصي علشان أنا عايزة يوسا يقعد معايا. مايومي وساياكا لاحظوا اللي ريتسو عملته فما حبوش يسيبوا الساحة ليها، ودخلوا في وضع إحنا كمان نحب يوسا علشان يخلوا باقي الناس يغاروا. مايومي استغلت الفرصة وتريقت على هياشي بطريقة غير مباشرة، وساياكا خدت خطوة أعنف، رمت رمش صناعي على الأرض وقالت ده دودة، وكلهم اتخضوا واكتشفوا إن هياشي مغطية وشها بالمكياج الثقيل اللي وقع كله لما اتفزعت. بره مايومي سحبت يوسا وقالت له كويس إنك طيب، بس في مواقف زي دي لازم تدافع عن نفسك شوية. يوسا قال لها الموضوع خلاص، فقالت له طب روح شوف ريتسو أكيد مستنياك. راح يدور عليها لكن لقاها مشيت. مايومي شرحت له اللي حصل وكلهم فهموا إن ريتسو اتكسفت من اللي حصل واتحركت من الكلام اللي قالته فقررت تمشي. اللي حصل خلى يوسا يدرك إن ريتسو فعلا عملت مجهود علشانه، وساعتها بس فهم قد إيه هو بيحبها بجد. عيونه دمعت من الفرحة. رجع البيت وسوميكا كانت محضرة همبرجر علشان تفرحه. ريستو بعتت له اسم كتاب يقرأه، وده كان طريقتها في إنها تواسيه وتشجعه. يوسا فهم ده وتحمس جدا، بس الحقيقة هو ما كانش حزين، كان طاير من الفرحة من اللي ريتسو قالته ولأنه عنده ناس حواليه بيحبوه وبيهتموا بيه. وفجأة جاله مكالمة من تاجامي، كان عايز يقابل مايومي لأنه شافها في المطعم، بس حذر يوسا منها وقال له البنت دي ما وراهاش غير المشاكل. بس تاجامي فضل يزن عليه لحد ما أقنعه. نرجع لمايومي، كانت في مود وحش وشبه سكرانة علشان مديراتها في الشغل بقى عندها حبيب وهي لا. بعد نقاش طويل وشكاوى كتير من مايومي، سوميكا طلعت جيتار شكله بتاع مايومي، ومن غير تفكير طلعت فوق السطح بالجيتار وبدأت تعمل حفلة. يوسا كان مرعوب لأنه عارف إن مايومي لما تمسك الجيتار المزيكا بتاعتها دايما حزينة وبتكئب الدنيا، وطلع عنده حق، الأغنية كانت كئيبة جدا، لكن صوت مايومي كان حلو وده خلى الجو يخف شوية. يوسا سأل ريتسو لو الدوشة دي ضايقتها، بس هي ردت بهدوء وقالت له لا أنا اتعودت على ده خلاص. فبدأوا يتكلموا عن المكان اللي كانوا عايشين فيه قبل كده، وإزاي دايما يوسا كان محاط بناس غريبة الأطوار. ريتسو كانت عايشة لوحدها مع والدتها، وبعد ما مايومي غنت أغاني كتير كئيبة بدأت مونولوج حزينة عن قد إيه حياتها صعبة مع الرجالة وبقت أكتر اكتئابا. الكل حاول يطبطب عليها ويهديها وقالوا لها إن مهما حصل هم دايما هيكونوا جنبها. وبعد شوية الكل راح ينام، بس فجأة سمعوا صرخة جاية من أوضة البنات. يوسا كان أول واحد يصحى يجري يشوف فيه إيه، لكنه خبط في ريتسو اللي كانت مرعوبة، ومايومي كمان كانت لابسة بيكامة محتشمة جدا بشكل مفاجئ. ولما الأمور هديت شوية يوسا طلب يفهم اللي حصل بالظبط. فريتسو بدأت تحكي وهي بتقرأ كتابها. دودة مئوية سنتيبيد وقعت من السقف، حبستها جوه الكتاب وراحت تدور على حد يساعدها. أول حد راحت له كان سوميكا، بس عوضتها كانت مرعبة وفيها حاجات غريبة فخافت وهربت على طول. بعد كده راحت لمايومي، بس مايومي من غير نظرتها افتكرت اللي في ايد ريتسو هو الدودة نفسها، مع انه في الحقيقة كان البي بتاع مايومي. ولما الدنيا هديت تماما اكتشفنا ان سوميكا اصلا مش في البيت، لانها دايما اللي بتتولى مهمة القضاء على الحشرات. وفجأة شيرو بدأ يحكي قصص مرعبة عن الدود ده، والبنات اتخضوا اكتر ومفيش اي حد بقى قادر ينام خصوصا ريتسو. فطلبت من يوسا انه يتصرف وقالت له بوشك اللطيف ده متقدرش تكسفني. ويوسا بما انه طيب وافق فورا يساعد. الكل بدأ يجهز علشان يرافق يوسا في مهمة القضاء على الدودة. اول اوضة دخلوا فيها كانت اوضة مايومي علشان يدوروا على نظارتها، لقوها متبهدلة جدا مليانة زجاجات خمرة، وده خلى الكل يحس بخيبة امل. بعد كده دخلوا اوضة ريتسو ويوسا كان متحمس جدا يشوفها، وكما هو متوقع الأوضة كانت مليانة كتب في كل مكان. ريتسو أشارت على كتاب على السرير وقالت إن الدودة جواه. استعدوا للقضاء عليها، لكن لما فتحوا الكتاب الدودة ما كانتش موجودة. البنات اتخضوا أكتر علشان كده معناها إنها ممكن تكون في أي حتة. خلصوا تفتيش الأوضة وراح يوسا وريتسو يفتشوا في الطرقة اللي كانت
كانت ضلمة جدا. يوسا لمح حاجة وقعت من فوق بس ما قالش حاجة علشان ما يخضش ريتسو، وللأسف الدودة كانت على ظهر ريتسو. يوسا حاول يشيلها بهدوء بس ريتسو بدأت تتحرك، ولما حست بيها اتخضت جدا وبدأت تتهز وكانت هتحرق نفسها بمية مغلية. يوسا أنقذها في آخر لحظة بس هو اللي اتحرق بدلها. ريتسو لما شافت كده وشافت إن يوسا ضحى بنفسه علشانها بدأت تبص له بحب ووشها الأحمر. يوسا كمان فهم اللي عمله، فالاتنين بعدوا شوية علشان يراجعوا الموقف. في اللحظة دي شيرو ومايومي ظهروا، ومايومي لقت الدودة بس ساياكا ظهرت فجأة وبسرعة خلصت عليها وقالت أنا متعودة على النوع ده. وبكده الوضع بقى تحت السيطرة وكلهم أخيرا قدروا يناموا مرتاحين. يوسا كان ماشي لكن ريتسو لاحظت إنه متعور من الحرق، وقفت بسرعة تعالجه وكانت بتشكره والدموع في عينيها. تاني يوم مايومي كانت لسه مكتئبة من اللي حصل مع مديرتها وعلاقاتها الفاشلة، وفجأة تاجامي دخل البيت من غير ما يستأذن. شاف مايومي وبدأ يعزمها تخرج معاه وده خلاها تفرح شوية، بس بما إن يوسا عارف شخصية مايومي شد تاجامي على جنب وبدأ يوبخه وقال له أبطل تلعب بمشاعر البنات الصغيرين. وقتها تاجامي كشف عن سنه الحقيقي وده خلى مايومي تهدى شوية. يوسا كان بيستعد يروح الشغل بس لسه قدامه شوية وقت، فبدأ يقرأ في الكتاب اللي ريتسو اديتهوله. في اللحظة دي مايومي وشيرو بدأوا يزعجوه بالكلام، وبعد ما زهق من دوشتهم قرر يخرج بدري ويروح الشغل. في الكافيه المدير كان جايب مجموعة كتب جديدة علشان الزباين يقروها وهما قاعدين، لكن بعد ما رتبوا الكتب كان في فراغ على الرفوف. وقتها يوسا اقترح ان ريتسو ممكن يكون عندها كتب قديمة تقدر تساهم بيها. ريتسو رجعت البيت ولقينا ان سوميكا كانت عارفة بالموضوع، وسألتها لو ممكن تسلف شوية كتب للكافيه، وريتسو وافقت فورا وقالت كده هقدر اقرا الكتب في اي وقت وانا هناك. وكمان اضافت اللي هيساعد هياكل جاتوه. وطبعا الكل بدأ يشتغل بحماس في الكافيه. ريتسو كانت متحمسة جدا وهي وسط الكتب وبدأت تقرا على طول، والمنظر ده فرح يوسا جدا لانه هيشوفها دايما وهم في نفس المكان. في الوقت ده شيرو اللي كان واقف بره لاحظ ان هاياشي جايه تدور على يوسا. كانت حاسه بالذنب من طريقتها في معاملته قبل كده وعايزه تعتذر بس مش عارفه تبدا منين. شيرو سالها عن رايها فيه. وقتها بدات تفتكر ايامهم في المدرسه ازاي يوسا كان دايما طيب وبيحمي الناس. وفجاه يوسا نادى على شيرو يدخل لكنه لاحظ ان هاياشي كانت معاه. الكل سمع اسمها بس هي فضلت مصممه تعتذر وتشكره على كل اللي عمله ليها زمان، وهي بتعيط الميك اب بتاعها باظ. يوسا قال لها ادخلي جوه صلحي شكلك. جوه سألته ازاي تسامحني بسهولة كده، فرد عليها انا دلوقتي عندي ناس جنبي بيحبوني وده كفاية علشان اكون بخير. هاياشي راحت الحمام علشان تصلح شكلها، وفي نفس اللحظة دخلت مايومي وساياكا، وكان باين عليهم انهم فهموا خلاص ان يوسا بيحب ريتسو. بس ساياكا ما كانتش زعلانة لانها عارفة ان يوسا بيحب ريتسو من قلبه. بره شفنا هايرا وهي بتكلم هاياشي وبدأت تحكي لها عن الارواح والحراس، والكلام ده عجب هاياشي لانها لسه بتحب الحاجات اللي كانت بتحبها زمان. في البيت يوسا طلب مساعدة في الواجب الصيفي بتاعه وقرر يعمل ملخص للكتاب اللي ريتسو رشحته ليه. وطبعا مايومي كالعادة بدأت تغلس عليه بس يوسا طنشها لأنه عايز ينجز شغله ويتكلم مع ريتسو. وأثناء كلامه مع ريتسو عرفنا إن هاياشي بقت بتيجي الكافيه كتير لأنها كانت بتحب تقرأ زمان وهي في المدرسة. ومايومي لاحظت كده وقالت لها أكيد بتعملي كده علشان يوسا، لكن ريتسو شايفة الموضوع من منظور مختلف. لما الوقت اتأخر يوسا راح شغله، بس فجأة تشيناتسو ظهرت في البيت من غير مقدمات وقالت إنها جاية تزور الكل، وطلبت من شيرو يعمل لها واجب الأجازة. في الجنينة شيرو قرر يعمل كرات طين بتلمع، الكل شارك حتى ريتسو. وأثناء ما كانوا مستنيين الكرات تنشف تشيناتسو سألت ريتسو انتي خرجتي مع يوسا قبل كده؟ ريتسو اتكسفت وقالت لا. تشيناتسو قالت لها واضح جدا إنه معجب بيكي وبيحبك، لكن ريتسو ردت وقالت بهدوء اللي يوسا حاسس بيه مش حب، هو بس طيب وبيهتم بالناس وأنا مش مميزة عنده. تشيناتسو ما اقتنعتش بكلامها وقالت لها مش مصدقة، كلمي بصراحة وقولي لي أكتر. اسم هاياشي طلع تاني في الكلام وشيرو بدأ يغلس عليها ويقول إنها غيرانة علشان يوسا بيعامل البنات التانيين بلطف. بس فجأة وقف الكلام لأن مايومي قالت لهم تبطلوا كلام عن الحب والعلاقات. يوسا رجع من الشغل وحس إن في حاجة غلط، سأل ريتسو بس لقاها بصله بنظرة كلها غضب وكره وقالت له مفيش حاجة كله تمام، وسابته واقف حيران مش فاهم حاجة. في البيت الكل كان مجتمع بيتفرج على مسابقة للحيوانات وبدأوا يفكروا لو ينفع يجيبوا حيوان أليف للبيت، وكل واحد بدأ يرشح حيوانه المفضل. يوسا سأل ريتسو عن رأيها بس ردت عليه بإجابة بسيطة وباردة، وكان باين إنها لسه متضايقة من وقت زيارة شيناتسو. فجأة ساياكا دخلت وقالت إنها بتحب الكلاب الكبيرة وتهكمت على يوسا وقالت أنت شبه الكلب الحارس الكبير، شكلك بتحرسنا كلنا. وكان واضح من كلامها إنها بتعاكسه. ريتسو اتنرفزت وسابت السفرة وخرجت. يوسا بدأ يتضايق من طريقة ساياكا بس مش لاقي حاجة يرد بيها عليها لأنها ما عندهاش نقطة ضعف واضحة. وفجأة حد خبط على الباب وطلعت تونا صاحبة ساياكا من أيام المدرسة جت تزورهم وتقعد عندهم ليلة. ساياكا كانت متوترة جدا وعايزة تمشيها بسرعة، لكن سوميكا قالت
قالت لها مفيش مانع تقعد، نادرا ما حد من صحابك بيجي. تونا دخلت وشافت أسلحة في جزء من البيت وابتدت تفتكر أيام زمان، وقالت إن ساياكا هدت كوخ كانوا بيقعدوا فيه يقروا مانجا. ساياكا حاولت تسكتها بسرعة، لكن مايومي ويوسا فهموا إن البنت دي عارفة كل أسرار ساياكا، فعزموا عليها تقعد معاهم في الريسبشن علشان يحكوا. الكل اتجمع وتونا بدأت تفضح حاجات كتير عن ساياكا، والكل كان بيضحك من قلبه. وساياكا شربت كتير ونامت من كتر التعب. تاني يوم ساياكا صحتها وجهزتها علشان تروح الاجتماع بتاعها، وبعد مجهود كبير ساياكا لبست واتجهزت، ويوسا رافقها وشال عنها الشنط. وهما في الطريق بدأوا يتكلموا، ويوسا عرف حاجة بتخوف ساياكا جدا، وبكده بقى عنده نقطة ضعف ضدها. تاني يوم سوا رجعت للبيت ومعاها الحيوان الأليف بتاع صاحبتها اللي طلع هو أكتر حاجة بتخوف ساياكا. ساياكا جريت من أوضتها مفزوعة ووقعت في حضن يوسا اللي شافها بالمكياج لأول مرة. وقتها هددته وقالت له ما يتكلمش، ووقتها عرف إن اللي بيخوف ساياكا فعلا هو الأرانب. بعدها يوسا رجع البيت مع ريتسو كالعادة، ولاحظ إن ريتسو بقت اجتماعية أكتر وبتتكلم عن الكتب اللي بتحبها في المكتبة. وفجأة زميلتها مامورا قربت تتكلم معاها، بس ريتسو كانت مركزة في حاجة تانية وما خدتش بالها. يوسا لاحظ كده وقرر يساعدها بطريقته. ريتسو لاحظت مامورا وبدأوا يتكلموا عن الكتب، وده فرح يوسا لأنها بدأت تكون صداقة جديدة. في يوم بعد المدرسة ريتسو ومامورا قرروا يرجعوا مع بعض وبدأوا يتكلموا وهم في الطريق. مامورا كانت حماسها زايد شوية، فريتسو كانت بتحاول تواكبها. اتكلموا عن عيلتهم وعن الأماكن اللي عايشين فيها وحتى عن الحب، بس ريتسو نفت تماما إن في حد في حياتها. مامورا سألتها ممكن أزورك في البيت، وده خوف ريتسو جدا علشان عارفة إن اللي في البيت مش طبيعيين خالص. يوسا كان سامع الكلام لأنه بيرجع من نفس الطريق، فجري بسرعة على البيت علشان يخلي البيت شكله طبيعي قبل ما يوصلوا. وبالفعل قدر يخلي الوضع هادي قبل ما ريتسو ومامورا يوصلوا. شيرو فضل قاعد مع يوسا وسأله انت مش المفروض تبقى بره؟ يوسا رد وقال انا حاسس ان ريتسو بقت مش محتاجاني دلوقتي، بقى عندها اصحاب وانا مش بقيت مهم زي زمان. في السفرة ريتسو بدأت توصلها رسائل من مامورا بعد ما تبادلوا ارقامهم. ريتسو بدأت تبعت رسائل بس كانت متوترة شوية علشان مش متعودة تستخدم الموبايل كتير ولا حتى تبعت رسائل اصلا. يوسا كان واخد باله، بس مايومي كالعادة بدأت تغلس عليه وتقوله ان في حد تاني بدأ ياخد مكانه. في المدرسة ريتسو كانت مضغوطة جدا بسبب مامورا، والضغط ده كان باين حتى في البيت. يوسا كان بيتمنى ان كل حاجة تكون ماشية تمام وان ريتسو تحب التجربة دي مع الناس اللي بيحبوا الكتب زيها. مامورا بعد كده عزمت ريتسو تطلع معاها في الويك اند، وقالت لها انهم هيقابلوا ناس بيحبوا الكتب برضه في مكتبة. يوم الخروجة ريتسو راحت، لكن اتفاجئت ان المكتبة دي كاذبة. راحوا على طول على الكاريوكي مع شوية شباب. ساياكا شافتها من بعيد بس ما خدتش الموضوع بجدية. وفي البيت قالت انها شافتها في المحطة مع شوية ولاد، وده خوف يوسا جدا لانه عارف ان ريتسو بتكره الاجواء دي. في الحفلة الاول كانت الاجواء هادية ولطيفة وبيتكلموا عن كتب مثيرة للاهتمام، بس كل حاجة اتغيرت لما واحد من الولاد بدأ ينتقد اذواق الناس التانيين، خصوصا لما افتكر اذواق الناس اللي في بيت ريتسو، خصوصا يوسا. الولد ده بدأ يسخر وكان عايز يستغل الفرصة ويقرب من ريتسو، لكن فجأة جاله تليفون من مايومي اللي كانت في الحقيقة يوسا قلقان عليها جدا. ريتسو ردت وقالت انا مش كويسة بس هتعامل مع الموضوع. يوسا حس انها قادرة تحمي نفسها بس ما قدرش يمنع قلقه، فقرر يروح يستناها عند محطة الاتوبيس علشان الطريق خطر بالليل. وهم راجعين بدأوا يتكلموا عن ان ريتسو لازم توضح لمامورا انها مش بتحب الاجواء دي من غير ما تكون فظة، بس برضه تبقى صريحة. تاني يوم في الفصل ريتسو ومامورا اتكلموا، وريتسو قالت بكل وضوح انها مش عايزة تطلع خروجات زي دي تاني. مامورا اعترفت انها كانت حاسة بالوحدة بعد ما اتخانقت مع اصحابها. فريتسو طبطبت عليها وشجعتها تصلح علاقتها بيهم، وبكده فضلوا اصحاب بس بشكل اهدى ومحترم. ريتسو ويوسا خرجوا من المدرسة مع بعض وشافوا مامورا وهي بتتصالح مع اصحابها القدام، بس كان باين عليها انها بتحمل ريتسو سبب بعدهم عنها، كأنها بتحس إنها السبب. وهم راجعين ريتسو بدأت تعيط وحست إنها مجروحة. يوسا كان ماشي جنبها بس ما قدرش يقول حاجة لأنه حاسس إنه السبب وسايب كل ده يحصل قدامه. في البيت الدنيا كانت ماشية عادي، ومايومي لسه شغالة تنتقد في علاقات الحب بتاعة الناس التانيين خصوصا شيرو، بس ريتسو كانت مرهقة ومش طايقة تسمع فدخلت أوضتها. يوسا عمل زيها ورجع يكمل في الواجب اللي كان بيكتبه، واختار يكتب عن الكتاب اللي ريتسو كانت مرشحاه علشان يفهمها أكتر ويقرب منها. في السفرة الكل اتجمع يشرب شوية نبيذ كانت سومو جابته كهدية لكنه للكبار بس. بطريقة ما ريتسو صبت لنفسها شوية واتسكرت. الكل اتخض، بس في لحظة سكرها ريتسو بدأت تقول حاجات كتير كانت كتماها، والكل قعد يسمعها ويفهمها أكتر. وقتها فهموها إن مامورا مش الصحبة المناسبة ليها، وإن الصحاب مش لازم يكونوا شبه بعض، المهم التفاهم. ريتسو استوعبت الكلام بس بدأت تهاجم يوسا وقالت له إنه طيب زيادة عن اللزوم، وإنه مش بيواجه الناس، وكل اللي بيشوفه في الناس هو الجانب الكويس بس. الكلام انتهى بإنهم راحوا يبصوا على أوضة الولاد علشان يوسا قالت
وقال إن عنده بسكويت لريتسو علشان كانت جعانة. تاني يوم الصبح البنات صحوا لقوا نفسهم نايمين في أوضة الولاد والولاد كانوا نايمين بره. يوسا صحي وشاف نوتات ريتسو فقعد يكتب فيها شوية حاجات، وفجأة يوسا دخل عليه. يوسا وهو قاعد بيكتب لاحظ إن ريتسو كانت قرأت النوتات أصلا قبله، فحس بالإحراج وبدأ يرجف. لكن ريتسو كانت فرحانة جدا إن يوسا بيحاول يقرب منها ويقرأ، فبدأوا يتكلموا عن النوتس اللي ممكن يكتبوها لبعض. وقتها يوسا قال جملة كده من اللي بتخلي القلب يدوب، كأننا بنتبادل دفتر يوميات. ريتسو وشها أحمر بطريقة خرافية وخرجت بسرعة من الإحراج. بس قبل ما تمشي يوسا طلب منها رقم موبايلها والإيميل كمان، وهي وافقت وابتسمت ابتسامة مليانة مشاعر. في المدرسة مهرجان المدرسة قرب، والبنات بتأثير من مامورا قرروا يعملوا كافيه بفكرة البوتلر الخدم الفخمين. بس الولاد ما كانوش حابين يلبسوا اللبس ده. دخلوا ريتسو في الموضوع وقالوا لها إنها كمان لازم تلبس لبس تنكري. ولما الخبر وصل للبيت الكل اتحمس جدا وقالوا ده هيبقى جانب جديد من ريتسو عمرنا ما شفناه. بس في حد شك علشان مامورا هي اللي اقترحت الفكرة. ريتسو بدأت تقلق، خصوصا إنها كانت بتتظاهر إنها بتحب الكتب علشان تتقرب من مامورا. يوسا اللي قلبه مليان كره مكتوم لمامورا قال رأيه بكل هدوء، لو حد رشح كتاب لحد يبقى أكيد هو بيحبه فعلا مش بيتمثل. مايومي وساياكا بقى شافوا إن يوسا طيب قوي وبيثق في الناس اللي ما تستحقش، بس كلامه دخل دماغ ريتسو وخلاها تفكر كتير في الموضوع. سومو بقى علشان تهدي الجو اقترحت على الكل يروحوا المهرجان سوا، والكل وافق وقالوا ليه لا، يمكن يكون ممتع. في المدرسة فصل يوسا قرر يعمل مطعم بلبس المتدربين، يعني نفس لبس شغل يوسا القديم، والكلام انتشر وكل الناس بقت عارفة إن يوسا بيشتغل هناك. المشكلة هم محتاجين الزي الموحد، فيوسا اضطر يروح للمكان القديم يطلب منهم يدوهم الزي بتاعهم. الملك وافق بس بشرط يوسا يرجع يشتغل معاهم تاني. يوسا رفض بس زمايله ضغطوا عليه وفي الآخر وافق. في نفس المطعم هياشي كانت موجودة وسألته فين حبيبتك ما جتش معاك، وهي تقصد ريتسو. الكلام ده خلى قلب يوسا يطير لأن الناس بقت شايفينهم ككابل حقيقي. في البيت وقت العشاء الكل سأل يوسا فين، وسومو قالت هيتأخر بيجهز حاجات للمهرجان. وبعد كده شفناه فعلا بيمضي عقد الرجوع للشغل علشان يقدر يستخدم الزي في مهرجان المدرسة. في المدرسة ريتسو بتحاول تكلمه لكن كل شوية زمايلها يقطعوا كلامها في التوقيت الغلط، وده زود حزنها أكتر وأكتر. في البيت سومو والباقيين بدأوا يحسوا بغياب يوسا لأنه دايما كان بيعمل توازن في المكان. لكن مايومي قررت تحرق دم ريتسو وقالت لها هو انت مش بتكلمي يوسا ولا كل وقتك في القراية؟ الكلام ده نزل على قلب ريتسو تقيل وزعلت جدا. بس الحمد لله سومو دخلت في اللحظة الصح وحاولت تهدي الأمور. سومو قدرت توصل لريتسو معلومة مهمة بس لسه احنا كمشاهدين مش عارفين هي ايه بالظبط. في الفصل يوسا كان مضايق لأنه مش قادر يقضي وقت مع ريتسو، فتاجامي قال له بكل صراحة انت لسه مش فاهم ايه اللي بيشدك ليها. بس برضه الكل متفق ان يوسا شخص محترم وذوقه عالي وعلشان كده طبيعي يختار ريتسو مهما حصل. انما يوسا جواه شكوك، حاسس ان البعد اللي بينه وبين ريتسو بيزيد وانها بدأت تبعد عنه، بس بيرد على نفسه بإحباط مهما كنت بحبها هي مش بتحبني. يجي يوم المهرجان والكل رايح يشوف يوسا بيعمل ايه، بس بدل ما مايومي وساياكا يباركوله راحوا يغيظوه كالعادة عند البوس بتاعه. لكن سومو اتدخلت بسرعة وقدرت تسيطر على الموقف. بعد شوية سابوه وراحوا على بوث ريتسو، لكن قبل ما يمشوا ظهر زمايل يوسا من الثانوية القديمة وقعدوا يستهزئوا بيه، وخصوصا لما جابوا سيرة هياشي وقالوا انها اتغيرت خالص. يوسا حاول يطردهم بعيد وكان فاكر ان هياشي مش هتيجي اصلا، لكن فجأة ظهرت ومعاها صاحب كافيه المتدربين في منطقة ريتسو. ريتسو كانت جوه بتساعد في المطبخ، لكن مام قالت لها تروح تقف عند الكاشير. بس كل ده طلع خطة علشان يلبسوها لبس أنيق جدا، لبس أكسي خرافي وطلع شكلها ملوكي بكل معنى الكلمة. وقالوا لها تخرج تشيل يافطة الكافيه، ولما خرجت الناس كلها بدأت تمدح فيها، قالوا إنها شبه شخصية أدبية شهيرة، والمكان اتقلب تصفيق وكلام حلو. بس وهي وسط المديح لاحظت إن شيرو واقف وسط البنات، فمسكته من إيده علشان تبعده عنهم. وهم ماشيين في طرقات المدرسة رايحين على بوث يوسا كان يوسا واقف مع هياشي وبيطلب منها تمشي علشان زمايله القدامى ممكن يعملوا مشاكل، بس ما قالهاش الحقيقة كلها. هياشي رفضت تمشي وطلبت منه يلف معاها على البوثات. الموقف ده شافته ريتسو وحست إن في حاجة غلط، فقررت ما تروحش تشوف يوسا وافتكرت إنه نسى وجودها أصلا. في الناحية التانية يوسا كان طالع يدور عليها علشان يشوفها وكان بيحاول يخبيها علشان الناس ما تتعرفش عليها بسهولة، بس واحد من زمايله أخده فجأة وخلاه يسيب المكان. في اللحظة دي الولاد اللي من المدرسة القديمة شافوا هياشي وراحوا عليها يتكلموا معاها بكلام بايخ ويقللوا من يوسا، بس هياشي وقفت لهم وقفة قوية وقالت انتوا زبالة ومفيش مقارنة بينكم وبين يوسا. الكلام ده استفزهم جدا وبدأوا يتخانقوا معاها. ريتسو
اللي كانت شايفة كل حاجة. دخلت وسطهم علشان توقفهم، بس اتخبطت باليافطة اللي كانت شايلها. جريت تهرب بسرعة واستخبت في فصل فاضي مرعوبة ومش لاقيت حد تروح له غير يوسا. أول حاجة عملتها اتصلت بيه. لما سمع صوتها ما فكرش، جري عليها فورا علشان ينقذها بكل شجاعة ورجولة. لكن للأسف ظهر قدامها وهو لابس لبس ميد خادمة، علشان الكافيه قرر يلبسه كده مع باقي البنات. ريتسو ما قدرتش تمسك نفسها من الضحك، بس هو قال لها إن صاحب الكافيه أجبره يلبسه كده. وبعد ما خلصت الضحكة وبخها شوية على اللي عملته، وقال لها إنها كانت بتخاطر بنفسها جدا، لكن في الآخر كان مرتاح وفرحان إنها وثقت فيه وطلبت مساعدته. وقال لها أنا خلصت قراءة الكتاب، ضحيت بنومي علشان أقرأه للآخر. ريتسو اتفاجئت جدا. يوسا جاب سيرة لعبة الفيديو اللي كان سلفها لريتسو، وقال لها إنه بيحب ألعاب الفيديو فعلا، بس الكتاب اللي قريته خلاه يحس باهتمام جديد. وأكد لها إنه فضل يقرأ الكتاب بدل ما يلعب، والسبب الحقيقي علشان هي اللي عرفته عليه. فضل يحكي لها عن قد إيه الكتاب كان مشوق وممتع، بس فجأة خد باله إنهم لو فضلوا قاعدين سوا كده ممكن يحصل مشكلة مع باقي المجموعات. إنما ريتسو ما كانتش عايزة تمشي، كانت عايزة تفضل قاعدة معاه، تتكلم معاه عن الكتاب وتستمتع بوقتها معاه. الكلام ده خلى يوسا يوشك يطير من الفرحة، خصوصا لما شاف ابتسامتها النقية اللي خلته يحمر خجل وهو مش قادر يخبي سعادته. بعد ما خلص المهرجان رجعوا سوا للبيت زي العادة، وساعتها ريتسو قالت إنها فعلا بقت شايفة إن مامورا شخص كويس زي ما يوسا كان بيقول طول الوقت، وده خلى قلب يوسا يفرح. وفجأة لقينا ريتسو بتسأله عن ألعاب الفيديو، وده شيء غريب جدا منها لأن هما دايما بيتكلموا عن الكتب وبس. ريتسو كانت بتفكر لو في يوم حصل بعد ما بينهم مش هتعرف تمنعه، بس هي دلوقتي قررت قرار واضح: أنا مش هسمح للبعد ده يحصل أبدا. ودي كانت هي نهاية الملخص. لو استمتعت ما تنساش الإعجاب والاشتراك، وسلام.